طبعا كلنا سمعنا عن الذكاء الاصطناعي وسمعنا في الفترة الأخيرة عن شات جي بي تي، وإنك تقدر تتكلم مع الذكاء الاصطناعي ويرد عليك بإجابات واقعية كأنه شخص زيه زينا. بس لو أنت عايش في دولة عربية فهيبقى في شوية مشاكل كده عشان تقدر تفتح الشات أو تقدر تعمل الموضوع ده. وزي ما قلنا إن المشاكل دي هتقابلك لو أنت في الوطن العربي، ولأن معظم الدول العربية مش متاح فيها شات جي بي تي. والفيديو ده معمول مخصوص للناس اللي مش عارفة يفتحوا عليه حساب إزاي أو يستغلوه إزاي. فإن شاء الله هنتكلم مع بعض شوية وهنعرف إيه هو شات جي بي تي، ومين اللي اسسه، وليه هو مش متاح في مصر، وهل هو مجاني ولا لا، وازاي تقدر تستغله، واهم ما في الموضوع ازاي تفتح عليه حساب سواء على الكمبيوتر او على الموبايل، وشويه اسئله كده من اللي بتدور في دماغك. فروح شوف الانترو وارجع لي تاني. اول حاجه معانا ايه هو شات جي بي تي. كلمه جي بي تي اختصار لكلمه جنريتيف بري تريند ترانسفورمر، وشات جي بي تي هو نموذج لغوي تم تدريبه على اللغات المختلفه وانشاء وتوليد النصوص بحيث انه يقدر يرد عليك ويديك اجابه زي الانسان بالظبط. واللي اسسه هو ايلون ماسك، وهو مجاني بالكامل الا جزء بسيط، وهو لو مدفوع هيديك اولويه انه يفتح معاك بسرعه عن المستخدم العادي، ولو في مميزات تانية اتضافت فهتبقى انت اول المستخدمين ليها. والاشتراك بتاعه $20 في الشهر. طيب ليه بقى شات جي بي تي محظور في مصر؟ بص خليني اقول لك ان هو مش محظور ولا حاجه، هو بس ممكن يكون فيه قيود مفروضه لان ده بيسبب خوف للجهات التعليميه، ولكن انت تقدر تستخدمه في اي دوله لو انت فاتح من في بي ان. طيب شات جي بي تي دوت بيعمل ايه واقدر استغله ازاي؟ لو انت طالب تقدر تستغله في انه يكتب لك بحث او يعمل لك ايميل، او لو انت بتتعلم لغه جديده فيقدر يعدل لك الاخطاء اللغويه بتاعتك في الكتابه، ولو انت بروجرامر فيقدر يكتب لك كود، يصحح لك كود، او يقدر يقول لك فين الغلط اللي في الكود اللي انت كاتبه. وانا عن نفسي ما كنتش متوقع انه يكون جامد كده، وانا عملت عليه اكتر من بحث جامعي والحمد لله اتسلم وما اترفضش. ودلوقتي يلا نتنقل للشرح ونعرف ازاي نشغل شات جي بي تي. طبعا عشان نفتح حساب على موقع اوبن اي اي اللي هي الشركة اللي عاملة شات جي بي تي لازم يكون معاك حاجتين: برنامج في بي ان، وانا استخدمت هنا برنامج كوارك في بي ان، وتاني برنامج هو 2 ان ار، وهو برنامج بيديك ارقام وهمية لدولة بولندا علشان تفعل بيها اي حساب. واي برامج هنستخدمها هسيب لك اللينك بتاع تحميلها تحت الفيديو في رابط مباشر. وطبعا نبتدي باول حاجة هنعملها وهي اننا هنفعل الفي بي ان. طبعا بعد ما هتفتح البرنامج هيجيب لك شوية اعلانات، فانت هتعدي الاعلانات ديت. بعد كده هتدوس اضغط الاتصال وتختار السيرفر اللي انت عايز تتصل بيه، وبعد كده هيكتب لك ان انت متصل. فهتخرج من البرنامج بتاع الفي بي ان وتفتح الويب سايت الخاص بشركة اوبن اي اي، وهتختار اللينك الاول، وهنا هتدوس تراي شات جي بي تي وتعمل ساين اب، وهنا هتختار ان انت تعمل كونتينيوس جوجل. وده حساب انا عملته مخصوص عشان نجرب في التجربة دي مع بعض. وهنا طلب منك ان انت تكتب اسمك او اسم المستخدم بتاعك، وبعد كده طلب منك ان انت تديله رقم يعمل بيه تأكيد للحساب. فبعد كده هنروح على برنامج 2 ان ار، البرنامج اللي هو بيديك ارقام وهمية لدولة بولندا. فهتفتح البرنامج وهتعمل عليه سان اب. شوف انت عايز تعمل عليه اكونت بالحساب بتاعك على جوجل، ولا شوف انت عايز تعمل عليه ايه. انا عن نفسي هعمل عليه بالحساب اللي انا هجرب بيه. ولازم وانت بتعمل الباسورد بتاعك لازم تحط فيه علامات وارقام وحروف كابيتال وسمول. هناخدها كوبي بيست، وبعد كده هو البرنامج هيبعت لك كود تفعيل على الجيميل بتاعك او رابط تفعيل على الجيميل بتاعك. فهنروح على الجيميل وندوس على اللينك اللي البرنامج بعته، وهنقوم خارج من الموقع اللي هو حولنا عليه ونخش على البرنامج ونعمل لوجين. وهنا البرنامج بيطلب منك ان انت تديله الصلاحيات زي مثلا الكاميرا والمايك، فانت هتخش تفعل الصلاحيات ديت. ولو انت قلقان من البرنامج فعادي، بعد ما تخلص فتح الحساب بتاعك ممكن تمسح البرنامج عادي. ونيجي نفتح البرنامج تاني، وهتدوس على علامة الزائد اللي عندك تحت على ايدك اليمين، وهتنزل تختار اخر اختيارين تحت، هتدوس عليهم وهتدوس اي اجري، تفتح الاختيار الاخير وهتدوس اي اجري برضو. وبعد كده هتلاقي عندك فوق هنا بيطالب منك ان انت تسمي الرقم بتاعك، فهتدوس على علامة التعديل اللي هي علامة القلم دي وتكتب اي اسم انت عايزه. انا هكتب واي واي، وهدوس فوق سيف على ايدك اليمين وهتدوس اي اجري.
وبعد كده هيظهر لك ايه علامة تحقق اللي هي بتاعة الروبوت، فهتشوف هو طالب منك ايه وتعمله. وبعد كده هتدوس سيف، وكده الرقم اتحفظ معاك، والرقم دوت ليك صلاحية استخدامه لمدة 3 أيام. فهناخد الرقم بتاعنا كوبي ونروح على الموقع بتاعنا اللي هو موقع OpenAI، نفس الواجهة اللي احنا كنا فاتحينها. هنقوم مختارين دولة بولندا من هنا، وبعد كده نحط الرقم بتاعنا وندوس على send كود، وبكده الموقع بعتلك الكود على البرنامج على الرقم اللي انت كتبته. وهنا البرنامج بعت لنا اشعار ان احنا في كود جه من شركة OpenAI، فهناخد الكود دوت ونرجع لموقع OpenAI ونحط الكود بتاعنا. وهنا انا ال VPN فصل مني، فانت هتعمل ريفرش للويب سايت بعد ما تشغل ال VPN وهيشتغل معاك تاني. وبعد ما شغلت ال VPN هعمل ريفرش للويب سايت، وهنا بيقول لك انت هتستخدم الشات جي بي تي هتستخدمه في ايه، فاختار اي اختيار من اللي قدامك دول. وهنا بيتحقق منك ان انت انسان مش روبوت، فهتدوس على علامة الصح في المربع اللي قدام منك، وبس كده اتفتح معاك شات جي بي تي، وتقدر تسأله على اي حاجة انت عايز تسأله عليها. وليكن انا دلوقتي هسأله عن عدد الدول العربية، او كتب لك الدول وكتبها لك بالترتيب كمان. هنسأله سؤال تاني زي مثلا اكتب لي مقالة عن ثقب الأوزون، أو ابتدى يكتب اهوت. وبس كده مبروك عليك ان شات جي بي تي اتفتح معاك. ولو في حد ما قدرش يطبق الخطوات ديت، فانا هسيب لكم الحساب اللي انا استخدمته دوت تحت الفيديو، بس ما حدش يغير الباسورد بتاع الايميل ده. فانت هتاخد الايميل، هتفتح VPN وتروح على الموقع بتاع OpenAI وتدخل الايميل وهيفتح معاك عادي بكل تلقائية. ولو انت عايز تفتح حساب من على الكمبيوتر، فهتيجي هنا لازم اول حاجة تعملها ان انت تستخدم اضافة او اكستنشن VPN. وانا هنا هستخدم زين ميد VPN اللي هي دي. هتعمل لها انت اضافه من هنا، وبعد كده هتروح تفتح شات جي بي تي، هتكتب شات جي بي تي في البحث، وهتختار الرابط الاول، وهتعمل تراي شات جي بي تي. وهنا فتح معايا بسرعه لان انا كنت عملت الاكونت على الموبايل ورحت رابطه بالكمبيوتر. وبس كده مبروك عليك ان انت تفعل معاك الحساب. وفي الاخر يا صاحبي حابب اقول لك ان لا شات جي بي تي ولا الذكاء الاصطناعي هيقدر ياخد مكانك، بس الا لو ما فضلت شويه في مكانك وطورت من نفسك، فساعتها بقى انت اللي هتكون بتتحكم في الذكاء الاصطناعي، وهو مجرد انه شغال عندك وبيساعدك. وبس كده لو وصلت لحد هنا فما تنساش تقول معايا الدعاء سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ولو انت لسه معايا فانزل اعمل لايك وسبسكرايب في القناه علشان يوصلك كل جديد. وفي الختام انا يوسف عبد الرازق، ودي قناه مثلث الثقافه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسيت اقول لك ان احنا ان شاء الله هنعمل كونتنت عن مراجعه الكتب بجانب الكونتنت اللي احنا شغالين فيه، وان شاء الله البلاي ليست الجديده هيبقى اسمها داخل محتوى الكتاب او في محتوى الكتاب. فعايزك تنزل تشاركني برايك في التعليقات. شكرا للمشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.